نازل ليه دلوقتي؟ مش موضوع، مش انتخابات ولا موضوع الكرسي، الموضوع رسالة عظيمة إن شاء الله تنطلق من المنصورة إلى مختلف ربوع الوطن، وإن شاء الله لن يندم شعب المنصورة، لن يندم شعب المنصورة على هذه الخطوة. وأرجو أن نتذكر هذا الوعد، لأن المهمة كبيرة وعظيمة، مهمة بحجم وطن اسمه مصر. المسألة مش بالبساطة دي، مسألة أكبر وأكبر، لأن احنا عندنا حلم كبير قوي لبلدنا. ربنا ادانا التمكين وادانا العلم، طلعنا من كفر غنام، اخواتي وحبايبي اهو، موجود ممثل لاهلي من كفر غنام، استاذ عبد القادر وكيل الاداره التعليميه ببني عبيد، والاخ والصديق وعشره العمر. حلم كبير، نشأ من القريه وتربى هنا وعاش هنا ونمى هنا وترعرع هنا. مطلوب ان الحلم ده يستمر ان شاء الله. من ضمن طموحاتنا الكبيرة اللي بنشتغل عليها عشان بلدنا كلمة محافظة المنصورة. ان شاء الله يجي اليوم اللي نحول فيه اسم هذه المحافظة الى محافظة المنصورة بمشيئة المولى عز وجل. مفيش اجمل من اسم المنصورة ده. انا قلت انا هنزل في مدينة المنصورة لكل الاعتبارات، بيتي وسكني وشغلي وجامعتي وكل حاجة، لكن دي العاصمة، دي العاصمة. انا نازل كرضا عبد السلام لازم اكون بحجم المكان اللي انا نازل فيه. بالتالي لما اطلع على المستوى الوطني انا طالع نائب عن العاصمة، عن مدينة المنصورة. طموحاتنا لوطننا كبيرة جدا. انا هاخدك بشكل سريع جدا عشان ما اطولش عليك. لفت نظري كلمة جميلة حضرتك قلتها، فكرة السياسة. والله حضرتك اللي لفت نظري. السياسة جاية من يسوس، يسوس الناس، يعني يقدر يرضيهم ويمشي امورهم من غير بأقل امكانات ممكنة، ويحل مشاكلهم ويرضيهم. هو انا اخترعت الذرة للشراوة؟ يعني انا جبت لهم لبن العصفور مثلا؟ يعني انا وديتهم جزر المالديف كلهم خدتهم في اتوبيس ولا في طيارة ورحنا صيفنا في جزر المالديف؟ كل الحكاية ان انا بالامكانات المحدودة اللي معايا كمحافظ اجتهدت ان انا اساعدهم. وهي دي السياسة. المواطن طموحاته محدودة جدا على فكرة، وبالذات الانسان المصري طموحاته مش كبيرة على فكرة، بس ابسط حاجة ان يلاقيك موجود عند لقمة عيشه، عند شوية الماء اللي بيشربهم، عند المكان اللي هيتعالج فيه، عند المدرسة اللي هيعلم ابنه فيها. ولهذا الشراوة حبوني منين؟ ليه؟ فكر معايا كده. ما كانش معانا حاجة، ما كانش بيجي لنا حاجة، ولا يمكن. وفاكرين بقى 2015 مفيش. اجي اكلم اي وزير، انسى يا دكتور رضا. كان الحل ان انا اقرب من الناس واكون مع الناس، لان انا اصلا منهم. بقولها دايما، ما تخضكش البدله ولا البدله اللي انا لابسها، ما بحكم شغل. هاجي امثل عليكم البس جلابيه مثلا والبس ترنج عشان اجي امثل على الناس؟ احنا جايين نمثل؟ لو هنمثل الناس، مش نمثل على الناس. صح كده، صح صح. عاشق مصر يا ابني، وقلوبنا معاك يا ابني، ربنا وياك يا ابني، وقلوبنا معاك يا ابني. علشان ما نطولش، انا سعيد بالحضور والقعده. في امور ههتم بيها واشتغل عليها على المستوى الوطني ككل، وامور تهم المدينه، وامور تهم منطقه جديده اللي احنا فيها. جديده ما انا عايش فيها. انا بقول لك انا رايح جاي في الشوارع طول النهار. بيت اهو، اهو ده البيت اللي عايش فيه اصلا واللي عشت فيه سنين، اهو اللي في ظهري ده اهو. فانا عايش جوه المنطقه وعارف المشاكل بتاعتها، ومشاكل المنطقه الجديده لا تختلف كثيرا عن مشاكل باقي المناطق الضعيفه في مدينه المنصوره. طبعا موضوع المضيافه دي حكايه، يعني موضوع المضيافه ده بحكم عملي كمحافظ وراه كلام كتير، والمضيافه فيه مشاكل، وطبعا الكل بيلف الدنيا كلها ويحصرها في المضيافه. المضيافه ممكن تكون مشروع كبير
وده هنشتغل عليه مع السيد المحافظ ومع إدارة المحافظة المحترمة اللي موجودة دلوقتي معانا. بكررها دايما من حسن حظي كرضا عبد السلام إن أنا بترشح دلوقتي في وقت فيه محافظ محترم ويستاهل الخير. وبكررها ومش هتردد إن أنا أقولها. لو كان الأمر قبل ذلك والله ما اتخذت الخطوة. أصل أنا أشتغل مع مين؟ أنا أشتغل مع مين؟ ما أنا جربته ده ما ينفعش. لكن لما شفت الراجل المحترم ده كان من الاسباب الرئيسيه اللي شجعتني. ما اصل انا لما هبقى نائب عن الشعب الراجل ده احنا هنبقى في وش بعض طول النهار. انا من دلوقتي اساسا طول الوقت في امور كثيره جدا اي حد يكلمني على حاجه ومحتاجه تدخله لامر كبير ابعت له. بتكون الكلمه اوامر وتتنفذ في لحظتها. هو ده النموذج. ما انا قلت حتى لما اتكلمت قلت له انت فكرتني باللي كنت بعمله في 2015 من 10 سنين لما كنت بلف في الشارع ومع الناس عايزه اللي يطبطب عليها. امال الناس حبيته ليه؟ امال الناس حبتني ليه؟ كل الحكايه ان انا بحل مشاكلها. مش على الاقل شايفينك مش قاعد جوه التكييف. ابسط حاجه الناس شايفينك بتحاول في حدود امكاناتك. طبعا الكلام ده لن يرضي كل الناس. طبعا واحد يقول لك بيعمل شو بيتصور يقعد في المكتب مش هيعجبك. ينزل يحاول ينزل الشارع ويتمرمط ويتبهدل ما لا بس اغلب الناس الحمد لله على خير. فانا عايز اقول فيما يخص منطقه جديله موضوع المضيافه ده محتاج الاول نطلع قرار ازاله ليها بعيدا عن التبرعات والامور الكتيره اللي مقدره مع احترامنا وتقديرنا لاي جهود بتبذل في هذا المجال. انا رجل سياسي كل الاحترام لاي شيء وخير للناس. حد يكره الخير؟ يعني الخير لما يجي لي هقول له لا ولا الضالين امين. لكن المضيافه عايزه شغل كبير بحكم اللي انا عارفه. المضيافه دي ممكن تكون مجمع طبي شامل ومجمع خدمات وده اللي نشتغل عليه ايدينا على ايدين بعض مع المحافظه. نسعى نطلع قرار ازاله للمبنى ونظبط ملكيه الارض مع المحافظه وخاصه لما تبقى الناس في المحافظه. يا جماعه ده شغلتي يا جماعه. ده انا راجل قانون معلش يعني. نظبط ملكيه الارض. حاضر. الخزان والسوق والمعسكر ده لهم مشروع ولهم برنامج ودراسه وشغل تم في الفتره اللي فاتت من خلال الدوله عشان بس احط النقط على الحروف في اطار عمليه التطوير المناطق العشوائيه وجهاز او صندوق التنميه الحضريه. في شغل بيتم بالنسبه للسوق والكلام ده كله نساعد فيه. فبالنسبه للمضيافه لو ظبطنا وان شاء الله نظبط وضعها القانوني وناخدها ونحطها تحت ولايه جمعيه من الجمعيات اللي عندنا سواء جمعيه الرحمه او غيرها من الجمعيات اللي يتفق عليها اهل جديله اهل المكان وندعو اهل الخير. ابدا. طبعا احنا اللي يعنينا في النهايه ان انا اشوف صرح في جزء طبي في جزء منطقه خدمات زي المرافق اللي مثلا شهر عقاري سجل مدني اللي هناك كنت فيه ورايحين فيه بكره. مش مجمع الايمان اللي في عزبة الصفيح ولا اللي هنا المضيافه ان شاء الله مشروع ضخم وده اللي انا بتكلم عنه. طبعا يتعامل فيه كل الخدمات هتخدم منطقه جديله والمناطق المجاوره ونستفيد. بالمناسبه وانا في عزبة الصفيح وفي المكان هناك كلهم ترجع وصولهم لفين؟ لجديله. فبالمناسبه في قافله طبيه هتتم هناك بكره ان شاء الله بقياده الدكتور محمد عبد الوهاب استاذ امراض الجهاز الهضمي والكبد وحوالي 30 دكتور والادويه والعلاج هتبقى هناك في منطقه عزبة الصفيح. انا هكون حاضر والدكتور عبد الوهاب حاضر. علاج وادويه وتحويل للمستشفيات ان شاء الله ونواصل الكلام ده في مختلف المناطق داخل المدينه. انا عندي بعض الحاجات برضو جوه جديده اللي ما تختلفش عن باقي مناطق المنصوره زي الصرف والميه والمواسير والمتهالك ما انا ده اللي انا اشتغلت. ده اللي انا اشتغلته وانا محافظ. ما هو انا بقول لك دايما محذر هتتكلم قانون انا رايح كرجل قانون وتشريع ورقابه.
هتتكلم خدمات ومشاكل الشارع جاي لك محافظ. فبالتالي هنشتغل في دي ونشتغل في دي ونازلين واحنا رايحين عارفين احنا رايحين فين. نسعى ان شاء الله ان احنا باذن الله ندخل جديدة كمان بالمرة مع صندوق التنمية الحضرية، بحيث ان احنا نستفيد في مزايا كبيرة جدا من الصندوق ده اللي نقل مناطق كتيرة في مصر. وانا عندي منطقة جديدة زي ما قال الدكتور عبد الرحمن، تاريخ وحضارة وحرب واسر لويس وطرد، ده خد حتة علقة هنا اتنفخ في جديدة لغاية لما طفشوا وراحوا على منطقة اللي هي عبد المؤمن عبد الله، او اسمها ايه يا استاذ احمد بلدكم؟ ميت عبد الله. كان العلقة من هنا بعد ما كان دخل المنصورة اتنفض هناك، جه هنا الجدلوية قاموا بالواجب بالحلل والاطباق وبالسكاكين بامكاناتهم. فانا بتكلم على مكان عريق ومكان قديم وتاريخ في كل حاجة قديمة، فمحتاج تطوير من كل النواحي. فما يخص جديلة وهمومها ومشاكلها والرصف والإحلال، أو مسألة الشوارع اللي تترصف الشوارع الضيقة تتعمل انترلوك، وده في توجه من الدولة حلو أوي في الاتجاه ده. والسوق، ما أنا قلت على موضوع السوق ده مشروع بيتم التوجه له إن شاء الله في الدولة. مش بس السوق ده، كل الأسواق العشوائية نشوف له حل. انا دايما بيلفت نظري الحتت الصغيره دي. يعني انا وانا رايح حزبة الصفيح علشان اروح حزبة الصفيح طلعت من على كوبري جديلة علشان الف رحت صندوق. يا خبر اسود، يعني انا عشان الف وارجع، افترض ان انا طالع من جديدة وعديت بتاع الحته الصغيره دي علشان اروح لمجمع الايمان والمجمع اللي هناك، افضل اللي هناك الف علشان عندي صندوق. ليه؟ استهلاك بنزين واستهلاك فالحتت الصغيره دي انا وانا محافظ ما كنتش بعديها، وانا ماشي في الشارع طول ما انا ماشي. وانا اللي حابب الشارع شارع مضلم، وراكب معايا بتاع المتابعه ورايا في الكرسي اللي ورايا، سجل عندك الشارع ده مضلم، بكره تصوره لي بالليل وتجيبوا لي فيديو كده. فالصغيره ما بعدهاش، فدي هنشتغل عليها على قد ما نقدر في محافظتنا ككل وفي مدينتنا وفي المنطقه. يعني زي ما بيقولوا المكان اللي انا اتربيت فيه وعشت فيه عشرات السنين من عمري، اعتقد انه جدير ويستحق ان يكون له اهتمام عندي. ده فيه النسب وفيه العشره وفيه الاهل وفي كل حاجه. فيما يخص الوطن او الدوله ككل، انا رايح لمهمه. حاج محمد اتفضل يا حبيبي. عندنا عزبة الهويس خلف كوبري جديدة بقالها 50 سنة بتوصل في صح. الطريق رايح جاي كده سعادتك انت عارفه، كل يوم والتاني حادثة. مفيش مطبات عند المقابر، حوادث. عاوزين كوبري مشاه الناس تعدي من عليه. في مشكلة كبيرة جدا عند كوبري جديدة وعزبة الهويس وعزبة الصفيح. لما كنا هناك انا قلت يا رب المنطقة دي ما حدش عدى عليها خالص، لا في صرف ولا في اسعاف ولا في وحدة صحية ولا حاجة ولا حتى فرن، وحوالي بنتكلم على 30-40 ألف نسمة. المكان ده ما حدش شافه خالص. ولهذا يعني انا تواصلت مع اخواتنا في المحافظة، المكان ده لازم يكون اولوية. قضية الصرف الصحي ومشاكل الصرف الصحي وتكون اولوية من صندوق التنمية الحضرية. ده مكان مؤهل ومهيأ تماما بحكم شغلي معاهم. ما انا طورت مناطق في الشرقية كده، مناطق الصرف الصحي مفيش صرف. طب الناس عشان يتوصل الصرف تكلفة، والناس كلها بسيطة وعلى قدها. من صندوق التنمية الحضرية نقدر نعمل الصرف ونوصل الصرف على حساب الدولة، على حساب الصندوق مش الدولة. ما هو الصندوق اساسا اصوله اغلبها عبارة عن منح وتبرعات علشان الناس دي وعشان المناطق الضعيفة دي. ما ده اللي احنا اتعلمناه. الموضوع مش هيقف من وكيل وزارة لوكيل وزارة وشايل شنطة قد كده يا حضرات. اكيد الكلام ده هشتغل عليه. كل واحد يقول لك ده الدكتور ده استاذ جامعة ودكتور ولابس بدلة وعايز اسبوع على ما يقلع البدلة ويلبس البدلة. والله بعضهم قال كده. يعني بندور على اي حاجة نتكلم فيها.
لازم نشوه صورة الراجل ده بأي شكل. اتقوا الله، اتقوا الله. لا الحاجات الصغيرة دي احنا عايشين فيها وهنشتغل عليها ونتكلم فيها. خدمات الناس مش هنسيبها، وإلا أنا بضحك على نفسي. أكيد النائب زي ما حضرتك قلت مهمته يروح يشرع. أنا شخصيا أتمنى إن أنا أتفرغ للتشريع، لملعبي، لشغلتي. أروح هناك بقى نحط قوانين تظبط البلد. ممكن حضرتك تقول لي يا دكتور خليني يحل لي مشكلتي اللي هنا، مشكلة الرصف ولا مشكلة الصرف ولا مشكلة المية، بس عشان تتحل أساسا لازم تتحل من فوق. ما ده اللي اتعلمته وبعلمه لأولادي. عشان تحل مشاكلك لازم تحلها من الفوق، من المنبع، من الأصل. ومش هتتحل الذي حطينا قوانين صح، حطينا تشريعات صح، ابقى طباخ ماهر زي ما بقولها دايما وقلتها ومش هتأمل ان انا اكررها. احنا بنختار منتخب، احنا بنختار منتخب لمصر، لكنه منتخب في التشريع والرقابة زي ما بنختار منتخب الكورة. اشمعنى يعني منتخب الكورة نختاره على الفرازة؟ صح ولا لا؟ طب ما احنا نختار المنتخب السياسي على الفرازة عشان لما يروحوا لما يطبخوا الطبخة تطبخ صح. الطبخة يعني ايه؟ القانون. ما هو لما احنا نبقى منتخب صح من 600 لاعب